إخوتاتي السلام عليكم. غادي نشوفوا في هذا الفيديو كيف ما عودناكم الصحفي المعارض هشام عبود كيفاش كيتكلم على الخطاب ديال صاحب الجلالة محمد السادس بمناسبة عيد العرش الأخير واليد الممدودة للنظام الجزائري. وكيفسر هنايا الصحفي هشام عبود كيقول بأن ملك المغرب كيبرأ راسو أمام شعبه وأمام التاريخ وأمام حتى الشعب الجزائري، وكيقول بأن قطع الأرحام راه ماشي بيدو هو، بيد النظام الحاكم في الجزائر، نظام الجنرالات. خوتي ما نطولش عليكم، خليكم تشوفوا التحليل من فم جزائري، وما تنساوش تدعمونا بالاشتراك والتعاليق. قولوا لنا الآراء ديالكم في التعاليق، وإن شاء الله من بعد غادي نحصوا حصة خاصة كالدعاء على القناة وعلى الاتحاد المغربي الكبير. خوتي ما نكترش عليكم، نخليكم تشوفوا الفيديو وما تنساوش تدعمونا بالإعجاب والتعاليق والاشتراك، وشكرا. اليوم كما قلت في البداية احتفل الشعب المغربي بعيد العرش، والعادة نحب أنه الملك يلقي كلمة، يلقي خطاب. هذا ما تم اليوم. الملك بعد ما تكلم عن الأوضاع الداخلية ومن حوصلة على إنجازات المغرب، على احتياجات المغرب وتطلعات المغرب بدون كذب، بدون كذب، ما يحتاجش يكذب. هذا أنا قاعد نسمع فيه شوفدا وقلت كش ما راح يطلق فيها كما ديالنا يطلق فيها لك. نعم الزيد بون شغلهم ربي يسهل عليهم. أنا اللي يهمني في الخطاب العلاقات الجزائرية المغربية. إنه كان عام كلم وقال يا ولدي أروح وكش ما كاين مشاكل هايا نجيبو نحلو. هذا هو الإنسان العاقل. ولاد الحرام اللي في الجزائر العراية ما ردوش خلاص. اللي بعده يجي يقول ها يدي ممدودة ونطلب من الشعب المغربي انه ما يسبش الجزائريين وانه يتعامل كاخوه، يطلب الشعب ديالو هكذا. حنا الاخوه وهذه يدي ممدوده. عيسى ما تردش ابواقها واش يقول؟ راهو يتودد وهذه فيها شوفه وهذه قدا وهذه منا ونيتو ماشي صافيه. ولاد حرام انتم ما نختاركش. راه تضرب فواي وعرايا ما تفهموش كلام تاع واحد متفاهمينها كيما نقولوا بالعاميه ديالنا. العام اللي فات ما تكلمش، ما عجبتش الموضوع. هذا العام نعاود رجع الموضوع لانه وعاود يقولها في الخطاب ديالو اللي يحب يخدم شعبه بالكل شيء. من ضمن هذا انه يكون مع جيرانه عنده علاقات مليحه وتكون الحدود مفتوحه وتكون تبادل وكل، لانه هذا في خدمه الشعب. خذ انت كي راك غالق الحدود، واش استفاد الشعب الجزائري؟ واش استفاد الشعب الجزائري من المغرب؟ خليني من المغرب ما نهضرش عن المغاربه، والمغرب ربي يسهل عليهم خليهم عندهم نهار. نهضر حنا كجزائريين واش استفدنا؟ الناس تلعن فيكم صباح وعشيه، وإما واحد يمرض وما يقدرش يشوف عائلته اذا راهو في المغرب، اذا راهو في الجزائر ما يقدرش يشوف عائلته اللي راه في المغرب ولا في الجزائر، من فراش المرض يلعنوا فيكم صباح وعشيه. من فراش المرض ناس على فراش المرض خايف يموت، ما نشوفش اختي، ما نشوفش خويا، ما نشوفش بابا، ما نشوفش يما. وراهو في وجده 5 كيلومتر على مغنية ما نقدرش نشوفهم.
والاخر راهو في مغنيه عيطت في وجده ما قدرش يشوفهم. مانيش نتكلم مع المغاربه، نتكلم مع الجزائريين. تروح لوجده نصها، ماشي نصها، ما كاش، ما تلاقيتش وجدي اللي ما قاليش عندي ريحه في الجزائر. ما تلاقيتش وجدي اللي قال لي عندي، ما قاليش عندي ريحه في الجزائر. كامل غير قال لك انا يما جزائريه، قلت انا بابا جزائري، انا عندي مزوجه بجزائري، انا خالي مزوج بجزائريه. ما كانش عائله في وجده اللي ما عندهاش ريحه في الجزائر. والعكس صحيح، والعكس صحيح. هذو اليوم الدنيا باش بنادم يدخل يشوف فاميلته شغلها من بالطيارة ما كانش. والجزائري اللي يحب يروح المغرب يدخل سينجي، ما تحشموش يا ولد الحرام. علاش ما ديرش لي على فرنسا ديروا سينجي؟ شحال من طيارة نعرف. من بعد قاعدين حولتوا الجزائر لهجانة. عاش على هجل، ولكن رديتوش هذيك الهجانة هذيك مسكينة اللي جريدة اللي يبتز فيها. انتم هذه المغرب دارتنا، هاو المغرب دا كل اربعاء عندنا قناطر تاع الحشيش وقفناهم. اخي كذب يا اخي، ما سمعناش كلمة واحدة صدرت على ولاد الحرام فيها شوية ريحة تفاؤل. سمعت قالوا لا، قولوا واش تبغوا باش تحل المشاكل، قولوا لنا واش باغيين. بينما اليوم ملك المغرب encore une fois مرة أخرى يتكلم، يعني يعبر عن مشاعر المواطن الجزائري والمواطن المغربي اللي يأملوا أن الحدود تفتح بين البلدين. أسمع السيد كيفاش يقول الكلام اللي يقولوا عمرنا ما سمعناه من واحد من العرايا اللي يحكم في الجزائر. أسمع. شعبي العزيز، إن عملنا على خدمة شعبنا لا يقتصر فقط على القضايا الداخلية، وإنما نحرص أيضا على إقامة علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة دول الجوار. وخلال هذه الأشهر الأخيرة يتساءل العديد من الناس عن العلاقات بين المغرب والجزائر، وهي علاقات مستقرة تتطلع لأن تكون أفضل. وفي هذا الصدد نؤكد مرة أخرى لإخواننا الجزائريين قيادة وشعبا أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء، وكذا الأهمية البالغة التي نوليها لروابط المحبة والصداقة والتبادل والتواصل بين شعبينا. ونسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها، ويتم فتح الحدود بين بلدينا وشعبينا الجارين الشقيقين. شعبي العزيز، نغتنم هذه المناسبة لنوجه تحية إشادة وتقدير لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة. ما تسمعش كلام هكذا من عند العصابة. يقول لك ما يجي حتى سوء حتى شر من المغرب للجزائر. الناس تساءل على العلاقات بين الجزائر والمغرب، هاو يتكلم ولاد الحرام الاخرين يتجاهلوا كلي ما كاش، خلاص كلي حاجه ما كاش حاجه موجوده بين المغرب والجزائر، ولا المغرب ما يكزيستيش. نورمالمون تكون كاينه دوله اللي يحكموا فيها محترمين، ناس محترمين يردوا على هذا الخطاب، درك يتجاهلوه الاولى. اسمع الثانيه، يقول لك هو يتودد علاش؟ عندك هو مش قادر يستعمل نفس الاسلوب نفس الكلام تاع العرايه وتاع الفوايو، هو ما يقدرش يكون عريان فوايو، مي قادر يستعمل الكلام تاع ما كانش ما نستعرفش بكم ولا يجاهل. يجاهل الراجل هذا يقول لك انه اللي يحب يخدم شعبه على، يعني علاقاته من خلال علاقاته مع
الأشقاء وخاصة دول الجوار ويزيد يخص لك من ذاك الجزائر، كان قادر يتجاهل. هذا لما يقول هذا الكلام ولم باش يصفي نيته مع شعبه. شوفوا يا شعب، أنا مع الجزائر ما عندي حتى مشكل، ما عندي حتى بالعكس. ها واش نقولوا حوش شعبه ما يلوموش. المغربي اللي ماهوش قادر يروح يشوف خوه ولا عائلته في الجزائر، المغربي اللي يروح في الجزائر ما يقدرش في عائلته في المغرب، ما يلومش الملك ديالو. دار المستحيل، دار كل ما عليه أو كذا. بينما الجزائري ينعل ويخزي في تبون وشنقريحة وكل العرايا اللي معاه، لأنهم هما السبب الوحيدة والسبب الفتنة. بس يتبونا روح يتكلم باش ما يسبكش الشعب وما يلعنكش، يقول احنا ماذا بينا نكونوا نفتحوا الحدود هذا الكلام هذا قول كيما هذا. باش تقول إنه نيتك خارجة قولي إنك أنت عريان، قولي معك عراية وكلكم ولاد حرام. لأنكم ولاد حرام. أنا لما نسمع الملك هذا الكلام ونشوف إنه بلادي فيها حكام ما يردوش كلام طيب، يتجاهلوه ويلقوا هذوك العرايا تاعهم ازلامهم باش يبداو يسبوا، وكل ربعه يقول لك حكمنا الحشيش جاي من هذا من المغرب. اي وين درتوا الحشيش اللي جاي من المغرب؟ يقولوا لنا وين درتوه؟ كش نهار وريتونا باللي حرقتوه تعاودوا تبيعوه. دونك ما هو جاي من المغرب. تبع لكم والكوكايين واش درتوا لها؟ والقناطه تاع الكاين كش ما حكمتوا؟ سي لا لا لا. احنا نسمع الخطاب هذا تاع الملك نقول يا رب واش عندنا احنا في الجزائر؟ حاجين هادو لا ماهمش حجر عرايا فايولات ولاد حرام، ني بلوس ني موان، ماهم لا حجر والو، يسمعوا على بالهم. وعدوهم هو مش المغرب، عدوهم الجزائر، الشعب الجزائري هو عدوهم. لأن الشعب الجزائري ما حبش يفوتي لهم في الرئاسيات، ما حبش يفوتي لهم على الدستور، ما حبش يفوتي لهم على التشريعيات، ما حب، هو مقاطعهم. الشعب الجزائري مقاطعهم وهما متخبيين منه. مات تروح تشوف باش يروح من بن عكنون للمرادية دايرين الاخر الديسبوزيتيف سيكوريتي، تقول ما نعرف واش كل يوم معذبين الجزائريين على هذاك العكس بن عكنون المرادية. هاو هاد الايام تنفسوا شويه الناس، لانه راهو سرق دراهم الخزينه العموميه، سرق نعم، لان الكلمه ما تعالجش بلي روح تعالج في الخارج صافي دير سرقت الدراهم، لانك راك تعالج بدراهم الشعب الجزائري. هذوك هاد الايام ديسبوزيتيف سيكوريتي هذاك اتنحت هنا من الناس اون اتوندون يرجع. فوالا كيفاش بنادم ما يغيضوش الحال ما يوجعوش قلبه يردوا. عايشين بالكذب، عايشين بالكذب. المغرب وحدكم ما حضرتوش اجتماع تاع مجلس الاعلى للامن وقلتوا اي غاو نغلق المجال الجوي ونقطع العلاقات الدبلوماسيه وبداو زدتوا له. صح تري بيان ما على بالناش. جاوكم معلومات اليوم صحيفه من الصحف تاعكم بناء على معلومات من الاجهزه ديالكم، اجهزه المخابرات تقول لكم شوفوا العربيه الامارات العربيه واش راهي دير، راهي درت هاك. كانش عندكم رد فعل؟ خلفوا بلاش العربيه السعوديه الامارات في سان بيترسبورغ شامي الجزائر اللي تحقرت. القدر تحيي الجزائر جامي صرات انه واحد خاصة رئيس ولا ملك ولا أمير عربي يشوف الرئيس الجزائري يتجاهل. هذا ما قام به أمير دولة الإمارات
جاه تبون ما نحبش نهضر معاه ولا ما تبون نحب زعما يدير لقاء ثلاثي مع بوتين ومع والو قال نيات ملكش هايدي هاو تجي تعمل لي تقرير تاع مخابرات تنشروه كيما قلت نورمالمون هذا التقرير يطلع للرئاسة ما يتحطش في جريدة لأنه هنا راكم أهنتوا الجزائر طيحتوا بالجزائر يعني شوفوا واش راهو دايرين الإمارات ما كان حتى رد فعل ما كان حتى رد فعل كيما لما يجي واحد شوف واحد طايح عليه الإمارات على حسابكم نتوما على حساب المخابرات اللي عطت المعلومات لجريدة الخبر رايحين عليكم شوست تنرسكم ولما جا خرج خبر تاع قال طردوا السفير وكذا نحيتو وزير على 12 تاع الليل من خوش اليوم كلام طيب يجيك من عند راجل يقول لك راك شقيقي راك خويا تردو ما تردوش دونك العريان يفهم غير لغة القزول لغة الدبسة الكف الكف يعيط شو مؤخرا بوتين الحكومة الإفريقية لروسيا ما ذكرش الجزائر مرة الأولى يجيب يحط بجنبه هاي الصورة باش الناس يحط بجنبه الوزير الأول المغربي هاي الصورة تاع ايرو نيوز يحط بجنبه الوزير المغربي ويستقبل الوزير المغربي ويعطي له هو الأول الكلمة لافتتاح الأشغال وأيمن بن عبد الرحمن وين كان في تواليت ولا كان في تواليت مخبي تبونا في السبيطار صح هو أيمن بن عبد الرحمن ما تعرفش غرام قيمة ما تعرفش غرام قيمة ويجي يقول لك الجزائر ثاني متعامل ثاني زبون تاع روسيا ومتعامل التجاري مش متعامل تجاري مع روسيا تشروا عليهم في الخردة تشروا عليهم في القصدير ومن بعد تروحوا ديروا بهم طخ في الرمل أو الفرات هو كي نسمعوا لكم المغرب يظل طايح عليكم سمعت يجس عليكم جاب لكم اسرائيل دار لكم مقدار دار الصحراء هذه ويدرب يبعث لكم في السطلة ويبعث لكم في هذه داير فيكم التير ما تقدرش با تجبدوا هكذا كرطوشة تيريوها فين واحد شارين القصدير هذا 35 مليار دولار من 2015 لليوم قصدير راح نقول له احنا ثاني شريك تجاري مع روسيا روسيا انا ضرب لك في المكتوب يا وليدي سمعت وتبع لك في الخردة ديالها نعم ولا الواحد لما تسمع كما اليوم خطاب تاع ملك المغرب يهدي في الأمور ويتمنى عودة العلاقات إلى طبيعتها وبعد تعرف باللي العرايا مليين ما كان معاهم حتى شي وكأنه السيد يهدر في الفراغ ولكن الملك تاع المغرب كان حاجة اللي ما يعرفهاش الخطاب ديالو هدايا تاع وليد فاميلة وتاع سامر زين ومثقف لا ما على بالش بلي الجزائر عرايا دي فوايو اللي يحكموا فيها هذه اللي ما على بالش بها والعريان الفوايو أضربوا يعرف نضربوا أقسم بالله أنه النظام الجزائري يتعامل بمبدأ أضربوا يعرف نضربوا وأنا هذا كلام نقوله لأني أنا جربته معه
وين ما نطيح عليهم خرج لا مافيا دي جينيرو ندير السيت انترنت نطيح عليهم وكذا، ويضلوا يجريو لي ها برك حبس برك، ها واش باغي، ها واش باغي. لحقت في 2011 باسكو النار تشعلت وكذا ومنا الربيع العربي هذيك، ولاو اخويا ما عليك تحب تدخل ادخل وكذا. راح لافوكا ديالي دار كل واش يلزم، قال نعاودوا المحاكمات. انا كانت عندي 4 احكام. دوك دار لي 77 عام حبس على هي فوايد. هذه فوايد اكثر من بوتفليقه. هما مراكعين، مراكعين. باسبور نديه دراع عليهم، نديه دراع عليهم، يحب زعما ينحوا والو، نديه دراع كي انا كي ولادي، باسكو حقي. وما نطيح عليهم بالسبان يعودوا يجروا هكاك، باسكو اللي راهم مصدقين عليا وحقي بصح نديه دراع عليهم. عمري ما قال سي تو بلاي ولا نضرب الشيطان ابدا. شوفوا اللي شيتوا لهم ماشي ديروا بالخربان، دخلوا للحبس، ديروا فاميلتو، ديروا كذا، اللي شيتوا واش ندير. واحد اللي كان شي يضرب عام حبس، واحد رخيص مخنث سمعت كان يضرب يحب في فمو يضرب حبس ساح فمو، قالوا راك تخابر معنا رجال. ايه اللي شيت لهم ياخذ، لانه انت الضرب يعرف من فوق. نتمنى كل خير الشعبين الجزائري والمغربي والشعب التونسي كذلك، ونتمنى الخير لشعوبنا، وربي إن شاء الله يقدر لنا الخير ويبعد علينا ولاد الحرام، ويعجل برحيل هذه العصابة المجرمة التي يعني راهو يتألموا منها كل شعوب المنطقة، ماشي غير الشعب الجزائري. وبالتالي محاربة هذه العصابة لازم تكون على المستوى الدولي كامل، مش غير على المستوى القاري والجهة. بارك الله فيكم على حسن الإصغاء، ولنا لقاء غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.